السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من امبارح لحد النهاردة، واللي ليه لازمة واللي ملوش لازمة نازل تكسير عظام في لعيبة الأهلي والمدرب. حتى القزم اللي ملوش لازمة طالع النهاردة يقول لك ازاي بالصفقات ديت ويبقاش في أداء ولا نتيجة. العيل اللي ملوش ريحة اللازمة الواد اللي اسمه خالد الغندور. حتى خالد الغندور دلوقتي احنا مش هنخترع طريقة لعب، احنا هنلعب بطريقة لعب اللي العالم كله بيلعب بيها. انت عندك مانشستر سيتي بيلعب بثلاثة ورا، وانت بتحب تلعب بثلاثة، العب بثلاثة. احنا كده داري يشيله من دماغك خالص. هيلعب هاني، وفي النص حمدي فتحي، ويمة الشمال يا بيكهام يا ياسر ابراهيم، وممكن يكون ياسر. وهنلعب بأربعة في نص الملعب، ديانج 6، محمد علي بن رمضان 8، وزيزو على الطرف، تريزيجيه على الطرف. يبقى كده ايه 3-4. مش هنلعب 3 بقى تاني علشان يبقى قصاد تريزيجيه ما حدش يوقفه، وزيزو يبقى ما حدش يوقفه، يبقى بيلعب على الخط. بيلعب على الخط واحد، حد يسند عليه بس، يديله كرة هات وخد والكلام ده. نفس القصة تريزيجيه مش هيجري يلاقي حسين الشحات قدامه يكعبل فيه او اشرف بن شرقي. يبقى 3 و4، ديانج ومحمد علي بن رمضان وزيزو وتريزيجيه، وامام يلعب على منطقة ال 18 تحت الاثنين راس حربة، طاهر واسامه ابو علي راس حربة. ادام الكابتن ما جابش معانا راس حربة ولا صغير ولا واحد من لعيبة الدوري، انا جريديشار مش معترف بيه راس حربة. يبقى نلعب 3-4-1-2. وامام عاشور لو هتلعب بنفس الطريقه اللي انت كنت بتلعبها مع مارسيل كولر مش هياكل عيش مع ربيرو. انت كده بتضيع مجهود الفريق. انت امبارح برضه بقى قصادك 2 تباصي، اللعب سهل، بيبقى برضه عاوز تحتل وتعدي وتروح وبتاع وتشوط والكلام. مش هياكل. انت لعيبه باتشوكا لعيبه جامده، لعيبه لياقه، مش هتقدر تاكل معاهم عيش. ونفس القصه هتبقى لعيبه بالميراس ولعيبه بورتو ولعيبه انتر ميامي. هتلعب اللعب السلس كان بيها، مش هتلعب تبقى تقعد دكه. انت ما بتجيد بنشيلك فوق دماغنا من فوق. هتلعب على حساب الفريق ان تصورك جنب ميسي والكلام ده وهتعيش الدور ما ياكلش معانا. احنا عشان نوصل للدور الثاني هناخد 7,500,000 دولار، ولو فزنا مباراه وتعادلنا مباراتين ادي 4,000,000 دولار، يبقى 11,500,000 دولار. ما تجيش يا امام بقى العلويه بقى والكلام ده، وانك تلعب لنفسك ولمصلحتك زي البيل اللي ضيعتها في بيراميدز وقعدنا نعاني منها لحد اخر مباراه في الدوري. فيا ريت تتنبه عليه. كولر غير ريبيرو، ماشي. وباذن الله خير. وانت يا عم ريبيرو، انت كنت عاوز يبقى 26 لعيب معاك بس عشان تركز معاهم، ماشي. انت عندك 4 حراس مرمى من ال 26 ادي 22. عندك وسام بيلعب مع فلسطين ادي 21. عمر كمال عبد واحد ده ما تحسبوش انه معاك ولا تديله اي استعنى انه موجود في الفريق. خالد عبد الفتاح اديله فرصته. يبقى عندك 21 لاعب، اعمل اللي انت عاوز تعمله معاه. وبعدين انت يا كابتن ريبيرو انت بتقول ان انا بحب اللعيبه اللي تحت السن وبجيب لعيبه من الاشبال بخليها نجوم. انت بعت جبت كباكا من مودرن سبورت، وجبت بوستانجي من حرس الحدود، وجبت احمد عابدين من سيراميكا، وقلت هشوفهم. ما خدتش حد فيهم ليه؟ ما خدتش حد فيهم ليه؟ دي حاجه ضد حاجه. ده انت كلامك كله بتقول ان انت بتحب اللعيبه الصغيره، ما خدتش ولا لاعب من اللعيبه الصغيره. انت عندك كباكا ده يلعب على حساب اي حد، ما خدتوش. ما خدتش حمزه عبد الكريم. سيبك من محمد ياسر، ما تعرفش ايه اللي في دماغ مجلس الاداره. حمزه عبد الكريم اللي انت بتحب اللعيبه الصغيره زي ما انت بتقول، حمزه عبد الكريم لعيب كبير ولو خد فرصه هيقعد اي لعيب في خط الهجوم. ما خدتوش. ما كانش هيفرق معاك لعيب او 2 زياده. يعني كباكا وحمزه عبد الكريم لو راحوا ما كانوش يعني اللي هم اللي هيعملوا الزحمه اللي انت بتتكلم عليها. والله اعلم انت قلت كده ولا ما قلتش، لان الدنيا كلها كانت بتقول
ان انت عاوز تتعاقد مع 2 3 من فريق الروندو وبيراتس، وجيت مع شوبير في اللقاء اللي حصل بينك وبينه قلت لا الكلام ده ما حصلش. احنا عندنا ناس هبيده على الشاشه وعلى اليوتيوب، ما بقناش عارفين الصح فين والغلط فين، كله عمال يهبد ومشاهدات بس وخلاص. ان شاء الله لسه الوقت بدري، باذنك يا رب تقدر تعمل الايه الصح. انت الطريقه اللي بتستريح لها العبها، مش لازم اشرف بن شرقي يلعب جنب تريزيجيه، ومش لازم امام يلعب جنب محمد علي بن رمضان، لا العب زي ما الناس ما بتقول. الطريقه اللي انت او اللي الناس عاوزاها دي تبقى اللعيبه كلها جنب بعض، ما حدش بيلعبها الا ريال مدريد، وريال مدريد ولا خد بطوله اوروبا ولا خد الدوري. اصل هي مش بكميه اللعيبه الحريفه. انت عندك ريال مدريد الاربعه والثلاثه اللي 7 لعيبه قدام، اي واحد فيهم يلعب راس حرب وما خدوش حاجه. فيا ريت نلعب بالمعقول ونلعب زي بقوانين الكوره. بقوانين الكوره انت لو لعبت ب3 4 1 2 هيبقى اقل حاجه في ال 18 بتاعت الفريق الخصم هيبقى 5 من لعيبه الاهلي في ال 18. زيزو على الطرف وتريزيجيه على الطرف وامام على ال 18 و2 راس حربه. وديانج باذن الله 6 هينزل يغطي مع ال3 اللي ورا. ولو افترضنا في هجمه علينا مرتده، لو ديانج راح للي جاي يمه اليمين يقابله ويكمل بيه لحد نهايه الملعب، ومحمد هاني يضم تاني، يبقى 2 مساكين في النص، وديانج اللي هيبقى باك يمين. ونفس القصه الثانيه محمد علي بن رمضان، لو في حد من يمه الطرف الشمال عندنا الوينج الشمال عندنا، هينزل محمد علي بن رمضان لحد اخر خط الملعب، وبيكهام او ياسر ابراهيم هيخش يضم مع حمدي فتحي، يبقى مساك تاني باذن الله. والفرص اهم حاجه، الفرص، وكله يلعب لنفسه. عايزين نتعلم من الجون اللي الشحات اتسبب فيه لامام عاشور. مش عايزين بقى تاخدنا الهيصه والبروباجندا اللي هتبقى معموله في الافتتاح وكل واحد يلعب لوحده. لا، اي لعيب هتحس انه بيلعب لنفسه شده ويقعد بره. عندك دلوقتي في الخط الامامي حدث ولا حرج، واي واحد يلعب مكان اي واحد، واحنا ما عندناش حد هيلعب لنفسه غير امام وتريزيجيه. الكره بتاعت الهدف امبارح، وبعد كده بقى يلعب لوحده. وتريزيجيه طريقه لعبه وتعرضه لاصابات كتير قوي. ربنا يسترها بس وسام يرجع سليم. ربنا يسترها وسام يرجع سليم. او انا مش عارف قصه يحيى عطيه الله دي. لو هنلعب 3 ورا كان يحيى لعب يمه الشمال وحمدي في النص وهاني يمه اليمين. ما تعرفش الدنيا فيها ايه. وربنا يوفقهم للصح باذن الله رب العالمين، وبالتوفيق باذنك يا رب للنادي الاهلي عشان جماهير النادي الاهلي. باذنك يا رب، باذن الله يا رب. انت عالم ان احنا دلوقتي يعلم بينا اللي خلقنا، مفيش حاجه بتفرحنا غير النادي الاهلي. بالتوفيق يا رب العالمين.